بجد خاطرة مسيطرة عليا قوي بقالها كام يوم كده، وهي ان فعلا الضغط بيخلي منك انسان اكثر خبرة في التعامل مع الضغط. يعني من كتر ما الواحد فعلا للأسف اتعود على انه مضغوط 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 مضغوط، فقدر ان هو في وقت الضغطة يعرف يضغط نفسه اكتر علشان يعمل حاجة تانية هو لو كان في الضغطة العادية مكانش هيعرف يعملها. فاهمين قصدي؟ فلما تلاقي نفسك مضغوط قول تمام، انا دلوقتي بكتسب خبرة ان انا اعمل حاجات قدام اكتر في وقت اضيق اكتر، فده يخليني احس ان انا شخص productive اكتر. هل انا لازم احس ان انا productive؟ كل واحد وشعوره، يعني كل واحد بقى وهو عايز يعمل ايه، او هو عايز يحس بايه، او هو ايه بالنسبة له ان هو يحس ان هو productive ده بالنسبة له بيمثل له ايه. فاعتقد دي حاجة كل واحد بيسعى ليها يعني. فانا دلوقتي في مرحلة اني مضغوطة قوي قوي ولكن بايدي. يعني الواحد لو قرر انه هو هيسيب اللي هو ضغط نفسه فيه ويركز في الحاجات اللي هو ضغوط فيها في العادي اللي هي مفروضة عليه، هيبقى تمام. بس انا لما هضغط نفسي دلوقتي واضغط نفسي زيادة، هلاقي ان الضغط اللي انا ضغطتها لنفسي دي اثرت عليا ايجابيا قدام، لان هي ستيب من البيبي ستيبس اللي وصلتني لحاجة قدام. فانا لو ما كنتش ضغطت نفسي دلوقتي مش هوصل للحاجة الجديدة اللي انا عايزة اعملها قدام. فعشان كده لما بلاقي نفسي ان انا مضغوطة بقول تمام، ده يودينا للحاجة اللي انا هبقى عايزاها قدام. فاهمين حاجة؟ بس كده. ودي كانت فقرة دلوقتي. وانا حاليا خلصت ايه من حاجة كايرو كوميكس، خلصت التصميم بتاع البن، خلصت توزيع الشغل في ترابيزة اوكي، ان كل الناس هنعرض ازاي، كل واحد هيخش بكام ايتم، which was ان هي حاجة بجد بجد كانت مهلكة ذهنيا قوي. تمام. اللي بيتساءل انا قاعدة على البين باج قدام المكتب بتاعي، ماشي. فاللي فاضل لي دلوقتي ان انا استلم البنز معرفش استلمها امتى، ان انا اقطع الستيكرز، ان انا اظبط الكروت بتاعه التودو ليست، وان انا اغري اصلا التودو ليست. فكل ده ورايا، بس كله هيخلص. ده غير بقى الشغل بجد، ده غير بقى الشغل اللي ورايا بجد وجداني. يعني الحاجات دي كايرو كوميكس. طب ايه بقى الشغل اللي ورانا ده هيحصل امتى؟ ده غير ان في بروجكت في شهر 12، او هو مش بروجكت، هو في حاجة ان شاء الله هتحصل في شهر 12. بديكوا سنيك بيك من غير ما اقول لكم هي ايه. فدي محتاجة تحضير، دي محتاجة تحضير. فهل انا عندي وقت للتحضير؟ absolutely. بس احنا لازم نوجد وقت للتحضير علشان في شهر 12 ابقى مبسوطة ان انا عملت الحاجة دي، واجي ابص قدام ورا، او اجي ابص ورا كده الاقي نفسي you did your best يا شروكي، you did your best. بس كده. يلا بقى اروح اخلص اللي ورايا. عارفين الفزلكة بجد كان نفسي قوي ان انا اكون معايا وقت اني افكر بشكل اسرع في الحوسه اللي انا فيها دي. طبعا انتوا مش فاهمين اي حاجه، انا دلوقتي هفهمكم. دلوقتي انا عندي تو دو ليستس 4 اشكال 1 2 3 4. تمام. ال4 اشكال دي بيتكرروا 8 مرات، ودي كنت عاملاها قبل كده في كايرو كوميكس اللي فات، كنت بنزلها لوحدها كده وخلاص. بس هل انا اسكتش؟ رحت قررت اني اعمل لها كارت. معرفش انت قررت ان انا هعمل لها كارد وتكون كده عشان انا فزلوكه. اوكي.
الفزلكه التانية بقى ان انا كنت عايزه اعمل في البتاعه دي واكتب عليها تو دو ليست، نسيت من كتر ما انا محتاجه اخلص حاجات كتيره قوي، نسيت. وكمان كنت عايزه اكتب عليها السعر نسيت. فمش قدامي اي حاجه غير اني هعمل دي كده، وغالبا بقى ايه هبقى الزق عليها ستيكر اكتب عليها تو دو ليست. هنشوف هنعمل ايه بقى. بس الفزلكه بقى التانية، او مش الفزلكه، عدم التركيز للاسف ادى ان انا عملت طبعت ورق كتير، وبفضل دلوقتي هقعد اقطعه علشان اقعد اعمل الورق ده. وللاسف هو ابيض وما خدتش بالي، واتوزعوا بشكل متساوي بس مش بالشكل اللي انا كنت عايزه اعمله. فدلوقتي بقى ايه، عملت ودنك منين يا جحا، عملت موك اب وقطعت النص بتاعه من هنا كاوكي، علشان بعد كده احط دي هنا كده. ما اعرفش انتوا شايفيني فاهميني ماشي اهي كده، فتكون الاتنين بيكملوا بعض. بعد كده احط النص التاني من الورقه، مش فاكره مش عارفه هي فين في اي حته دلوقتي، اهي هنا. وبعد كده اعمل بقى الخط علشان في الاخر تبقى معايا كلهم نفس المقاس، اكون انا اللي قصاها. هتقولوا لي ليه يا شروق تعملي كده في نفسك وما روحتيش للمطبعه هما اللي يعملوها لك؟ هقول لك لان المطبعه لما بتبقى عايزه تقطع بتبقى عايزه تقطع آلي، تمام، مكانها. ونازله عندهم نزله السكينه دي كده مثلا بتكون ب5 جنيه. فلو انا دلوقتي هعمل كميه صغيره وهنزل مثلا 8 مرات، فمثلا هيعمل بادجت، فده كده هكون بس بغلي سعر المنتج. هل انا عايزه اغلي سعر المنتج؟ لا، انا مش عايزه اغلي سعر المنتج، وعايزه ابيعه بسعر يتناول ايدي الناس اللي جايه كايرو كوميكس. بس فعشان كده قررت ان انا اعمل هذه الطريقه، وان انا انا ما قلتلكوش ليه هو ليه برضو ما يقطعوهاش بشكل آلي، علشان لو هي آلي هتاخد كميه كروت قليله في الورقه، بس انا عايزه اعمل كميه كبيره. فهي دي الطريقه اللي انا عرفت من خلالها ان اعمل كميه مناسبه. خلصنا دول تقريبا حوالي 24 تو دو ليست. فدلوقتي حان الوقت ان احنا نعمل، انا مكسله امسك الكاميرا الصراحه او اسندها، فدلوقتي احنا هنعمل الكروت بتاعتها. بصراحة حاسة ان شكلهم بروفيشنال كده و براند وكيستاتيو بس كده. طبعا limited pieces زي ما انتم شايفين. للأسف حصل حاجة في الستيكرز مش مبسوطة منها،
شايل للاسف اللي استلمت الستيكرز دي. فالستيكرز طلعت مش مظبوطه ومش حلوه. بصوا هوريكم المطبعه، بصوا مطلعه خطوط كده في وسط الستيكر. فمش عجباني مش عجباني الصراحه. يعني في ستيكرز هي باينه فيها كويسه، وفي ستيكرز لا. لعله خير، لعله خير الصراحه. ويا عالم ممكن في ايام قادمه احتاج ان انا يكون معايا ستيكر لاوكي بس كده، فابقى احتاجها. ولعله خير. بس كنت مطبعه قلت لهم الحاجه كذا كذا كذا، ومش انا اللي كنت استلمت ومحتاجه ان الحاجه دي تتعاد. فقالوا لي تعالي هنشوف لك الموضوع ده. ما عرفتش اروح لهم امبارح، بس قلت ان انا هروح النهارده الصبح والحمد لله الحاجه جت. فيلا بينا نقصقصها. خلصت تقطيع الستيكرز، خلصت التو دو ليست، خلصت الحمد لله. كده فاضل ان انا استلم البنز، وقطعت كمان الكروت بتاعتها. مش فاضل غير اني لما استلمهم احطهم على طول كده. وكل كوميكس وانتوا طيبين. ودي كانت حلقتنا. لا خلينا نستنى على حلقتنا، مش يمكن برضو الستيكر البينز تيجي بدري فاعملها معاكم. لحد دلوقتي استنى. بس الاول مش عارفه نعمل ايه. مبسوطه دي في وقت قياسي. انا عامله كميه لسه في مستنياكم. كايرو كوميكس 1 و2 و3 نوفمبر. معانا ستيكرز، معانا تو دو ليست، معانا اجمد بن، ومعايا 10 بنات غيري منزلين بشغلهم برضو اللي هيعرضوه على ترابيزة اوكي. مستنياكم. حماس ليفل. باي باي.